السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. كوريا الجنوبية توجه صفعة جديدة للبوليساريو وعربتها الجزائر. وجهت كوريا الجنوبية ضربة موجعة جديدة لخصوم المملكة المغربية الشريفة بعد أن قررت توجيه دعوات المشاركة في القمة الكورية الإفريقية المرتقبة شهر يونيو المقبل بالعاصمة سيول فقط للدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، وذلك انسجاما مع موقفها الداعم لقرار الأمم المتحدة بشأن الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية. في ذات السياق، أكدت تقارير خاصة أن القرار الذي اتخذته سيول يعني بالضرورة رفض حضور ممثلي جبهة البوليساريو الوهمية، بعدما حاولت عربتها الجزائر الضغط بكل السبل من أجل تمكينها من المشاركة في هذه القمة المرتقبة يومي 4 و5 يونيو المقبل. واستبعاد البوليساريو من حضور هذه القمة تكون الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس قد نجحت مرة أخرى في قطع الطريق على مساعي الجزائر الرامي إلى إقحام الجبهة الوهمية في كل القمم ذات الارتباط بالشأن الإفريقي، تماما كما فعلت خلال أشغال القمة الإفريقية التي انعقدت شهر فبراير الماضي بإثيوبيا، حيث نجحت أيضا في إفشال تمرير مشروع ملغوم تحت اسم الاستراتيجية والإطار السياسي لشراكات دول الاتحاد الإفريقي، والذي حاول من خلاله خصوم الوحدة الترابية للمغرب فرض مشاركة جبهة البوليساريو في قمم الشراكة التي يعقدها الاتحاد الإفريقي مع شركائه الدوليين. وتراهن كوريا الجنوبية من خلال هذه القمة على عقد شراكات تعاون مع دول إفريقية، لأجل ذلك قطعت الطريق على جبهة البوليساريو الوهمية تفاديا لوقوع أي مشاكل مع المغرب وحلفائه الكثر في القارة السمراء. مصادر مهتمة لم تستبعد أن يترتب عن هذا القرار انسحاب الجزائر من هذه القمة عقب منع مشاركة البوليساريو. دمتم سالمين.